لقيت واد يا اخويا من بتوع الحاره بيقول لي الحقي يا خالتي بامبا حماده وقع اتفتحت دماغه نصين. يا نهار مش فايت. ركبني بعد عنك العصبي وركبي ثابت، وخرجت جري من خضتي ما حطيتش حاجه على دماغي. لقيت الواد حماده العفريت بيقول لي وهو عمال يضحك، هي وضحكت عليك يا ستي وضحكت عليك يا ستي، وبقى واقف مسخسخ على روحه من الضحك. والله يا شيخ انا اللي روحي سخسخت. ولا الست نوسه اللي ساكنه فوقينا ما عرفتش جرالها ايه النهارده؟ اتخانقت يا اخويا مع جوزها عوض الله قناع رب السما، بقى صوتهم جايب لاخر الشارع، واخرة المتمه جرجروهم هما الاتنين بزفه لحد الكراكون. يا ساتر يا رب. ولا البت بنتك يكبد عليها مالها رخرة؟ مش جت النهارده يا اخويا ودمعتها على خدها ووشها ينظر زي الكركم، اتار اللي ينقرص في النعين وابراهيم جوزها فتح حلقه قد كده عليها، قال ايه؟ لقى زرار في القميص مقطوع. يا اختي ان شاء الله تتقطع رقبتك يا شيخ. هو مين ده؟ ابراهيم يا اخويا بعد الشر عنك الف بعد الشر. هو فاكر البت ايه؟ رميه ولا فاكرها رميه؟ هفيه ولا فاكرها هفيه؟ لا ده انت ما تسكتش على الحكايه دي ابدا يا ابو سيد. طيب بس الحكايه دي بقى نتكلم فيها بعدين في وقت تاني بقى. وقت تاني ليه يا اخويا؟ ما احنا فيها اهو، انت لازم تبهدله دلوقتي حالا توريني مقام وانت سامع. يا ستي سامع. طب وقلت ايه؟ قلت استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من ايه بقى يا ابو سيد؟ منك ومن اعمالك ومن فعايلك. بقول لك متضايق يا استهانم قرفان، تقومي تيجي تزوديني وتزودي همومي على هموم. اعوذ بالله انا خارج يا ست. خارج رايح على فين يا ابو سيد؟ رايح اقعد على القهوه اشوف واحد صاحبي يسليني ويخفف عني. يا اختي يا ندامه، امال انا بعمل ايه يا سيد؟ ما انا بسليك اهو بخفف عنك يا اخويا. بقى تيجي وتركبي لي هموم على هموم، وهموم النهارده وهموم امبارح، وتحط ده كله على دماغ وتقولي بسليك. ده نكد ايه ده العالم؟ شوفوا يا اختي الراجل اللي ما يتمرش فيه حاجه ابدا. بقى ده جزاتي برضو في واحد يلاقي مراته حامله همه وقاعده تلاغيه وتسليه يقوم يسيبها يا اختي ويخرج. والنبي لو واحد غيره كان تقلني بالمال، لكن اقول ايه؟ ماليش بخت مع حد ابدا يا اخواتي، يعني عليا. الراجل ابو سيد يا اختي حاطط نقره من نقر العيل الصغير حماده ابننا، ما تفهميش ليه يوم يختم النجمه بتاعت الصبح ينادي على الولا. حماده يا حماده. ايوه يا بابا. اصحى يا ولد عشان تروح المدرسه. حاضر يا بابا. يا اختي في ايه يا ابو سيد؟ ايه يا بمبا؟ حرام عليك يا اخويا، خلي الواد نايم شويه. لا يصحى بقى يا دوبك يفطر ويلبس. يعني هو هيفطر ويلبس في قد ايه يا ابو سيد؟ خليك نايم يا ولا. حاضر يا ماما. يا بمبا الساعه بقت 7 والمدرسه بتدخل 8. ده يا اخويا هيقعد سهران طول الليل ويقوم من النجمه كده؟ سهران ايه يا بمبا؟ ده نايم من الساعه 9. قوم يا ولد يا ولد يا حماده. حاضر يا بابا. خليك نايم يا واد يا حماد. حاضر يا ماما. لكن يا اختي الراجل يعند ويحلف 100 يمين ان الواد حماده يقوم، وانا كمان اعند على عنده واحلف 100 يمين على يمين ان الواد يفضل نايم. طبعا ما هو لازم يسمع كلام امه، امال يا اختي هما بيحطوه ويغربلوه في الغربه ليه ويقولوا له اسمع كلام امك ولا تسمعش كلام ابوك؟ وحياتكم وشويه وشويه وتدب خناقه بينه وبين الراجل ابو سيد، وحماده يقعد يتفرج علينا. والنتيجه يا حبيبتي ان انا قعدت جمعه بحالها وانا زعلانه مع ابو سيد ومخصماه. والواد يوميها طبعا ما راحش المدرسه ولا فاتش يا اختي شويه ايام، ولقيت لك الراجل اللي حاطط نقره من نقر العيل يقول له حماده. ايوه يا بابا. عملت الواجب يا ولد؟ لسه يا بابا. طب اذا كنت عايز تلعب شويه يبقى اعمل الواجب قبله وبعدين انزل. حاضر يا بابا. طب قولي لي بقى يا حبيبتي، اقعد انا كل يوم والتاني اعمل لي خناقه مع الراجل ابو سيد؟ قلت لا يا بمبا خليكي عاقله، اسكتي لحد ما ينزل. وحياتكم هو نزل من هنا وانا قلت للواد حماده، بقول ايه يا حماده؟ خلصت يا اخويا الواجب؟ لا يا ماما. طب ما تقوم تلعب شويه يا حبيبي تحت وبعدين تعالى اعمل الواجب. بابا بعدين يزعل مني يا ماما. لا يا حبيب ماما لا، انا مش هقول له انك نزلت الا بعد ما خلصت الواجب بتاعك وعملته. طيب بقى يا ماما. ونزل يا حبيبتي الواد لعب، وطبعا رجع تعبان، وطبعا ما قدرش يعمل الواجب، وابوه جه من بره سأله عملت الواجب يا حماده؟ حماده يا ولد. يا بابا. عملت الواجب؟ عمل. شاطر يا حماده شاطر. انا دلوقتي مبسوط منك خالص. وفضلت يا حبيبتي على كده، كل ابوه ما يقول له على حاجه اقول له على عكسها، عشان يتعود الواد انه يسمع كلامي انا ولا يسمعش كلام ابوه. لكن يا حبيبتي ما فاتش شهر ولا 2 وبقى الواد لا يسمع لا كلام امه ولا يسمع كلام ابوه، وبقى اذا قلت له اي حاجه ما تعجبوش يروح يقول لابوه علشان يخليه يعمل اللي هو عاوزه، وان كان ابوه يقول له على حاجه ما تعجبوش يجي جري